الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. يصحبكم برنامج آثار وحكايات في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ وتزخر بها العديد من المجلدات والكتب. ففي هذه الحلقة يعرض لكم برنامج آثار وحكايات تاريخ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، فكونوا معنا. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران، مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، حيث يحتوي على أكثر من 100,000 تحفة تشمل جميع فروع الفن الإسلامي في مختلف العصور. كما تميزت مجموعاته الفنية بتراثها من حيث الكم والكيف، مما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر تاريخه، وأصبح منهلا لكل الباحثين والمؤرخين والزائرين على مختلف فئاتهم. أصدر الخديوي توفيق أمر إلى وزارة الأوقاف عام 1881 لجمع كل التحف الفنية النفيسة الموجودة في المساجد والبيوت الإسلامية، فظهر لأول مرة في العالم متحف الآثار الإسلامية، وكان عبارة عن غرفة واحدة سمح للجمهور بزيارتها لدراسة ما بها من آثار. وفي عام 1884 أصبح مسجد الحاكم بأمر الله هو مقر لدار الآثار العربية، وتشرف عليه لجنة حفظ الآثار. موضوع المياه واستخدام المياه على مدار العصور كان من أهم الأشياء اللي بيهتم بيها الحكام، وعندنا في متحف الفن الإسلامي بيحتفظ بالعديد والعديد من الأدلة والحكايات عن المياه وتوفير المياه في مصر. بنبدأ نشوف هنا مجموعة من الشازروانات، والشازروانات هي مجموعة من الألواح الرخامية اللي بيوجد عليها بعض الزخارف اللي كانت بتبقى بارزة، سواء أشكال من الحياة البحرية أو رسوم طيور أو قشور السمك، بنلاقيها موجودة على ألواح من الرخام. طب الألواح الرخامية دي كانت بتتحط فين؟ كانت بتستخدم إمتى؟ كل شهر 8 أو شهر أغسطس كان بتخرج قوافل من الجمال محملة بالقرب الجلد الكبيرة، وبتتوجه لفروع نهر النيل في شتى محافظات مصر، وكان بيتم تجميع المية لتوصيلها إلى مبنى اسمه السبيل. والسبيل دوت كان بيتكون من 3 أدوار. الدور الأرضي أو الخفي اللي ما بنشوفوش هو اسمه الصهريج، والصهريج ده هو مخزن المية، فكانوا بيملوا المية ويجوا يفضوها في الصهاريج اللي بتقضي معايا طول السنة لقدوم الفيضان السنة الجاية في شهر 8. طيب بعد ما جبت المية ووصلتها لمحطات التسبيل أو الأزبلة، ببدأ أطلع المية. مين بقى اللي بيطلع المية؟ اللي بيطلع المية شخص اسمه المزملاتي، والمزملاتي هو القائم على أعمال السبيل. والتزميل دوت كانت عملية أو وظيفة غالية جدا أو مهمة جدا في الدولة، حيث انه كان بيتولى تنقية المياه وتوفيرها، وكان لازم المزملاتي اللي بيشتغل في السبيل دوت يتوفر فيه عدة شروط. اول حاجة يكون مرتاح ماديا او غني ماديا، وكمان بيكون معاه خالي من الامراض وخالي من الشعر، عشان خاطر هو اللي بيقوم بتوصيل المياه.
طيب بيوصل المياه ازاي؟ كان بينزل للصهريج. ازاي بينزل للصهريج؟ كان بينزل عن طريق حاجه اسمها سلم محاري، او عباره عن فتحات سريه في الحوائط، زي عباره عن حلقات او فتحات داخل الحوائط، هو اللي عارف عددها بس. يعني بيحط قدمه عند فتحه 2 3 بيقدر ينزل للصهريج. وكان بيجيب الميه ويعديها على اللوح اللي جنبنا ده اللي هو الشاذروان، وبتعدي الميه ببطء شديد على البروز اللي موجوده عندي، فلو فيها اي شوائب بتتجمع على البروزات دي وتتجمع الميه في حوض من الرخام. طيب هنلاحظ ان كل المواد اللي كانت مستخدمه هي الرخام عشان تبرد لي الميه، وفي نفس الوقت الرخام ماده ما بتكونش اي طحالب، فالميه بتاعتي بتبقى نقيه وبدون رائحه. بعد ما بجمع الميه في احواض، الاحواض دي دايما يقولوا ان ميه مصر طعمها زي السكر او زي الشهد. ازاي ميه مصر طعمها زي السكر او الشهد؟ كانوا بيعملوا عمليه ميكانيكيه كده شويه، كانوا بيجيبوا النواه بتاعه المشمش، فاكهه المشمش او ثمار المشمش، كانوا بيغسلوا النوايا دي كويس جدا ويحطوها في قاع الحوض الرخام، وكانت بتتحط فيها الميه بعد ما عدت على الواح الشاذروانات واتنقت. فالميه كان فيها نوع من انواع الميكانيزم او الحركات انها دايما بتركض الشوائب تحت في القاع، فكانت الشوائب بتتجمع تحت على نوى المشمش والميه الصافيه بتتجمع فوق. عشان كده دايما نصايح ان لما يكون معاك ازازه ميه ما ترجهاش، لان هي الميه نفسها اتنقت بفعل عوامل الطبيعه. طيب بعد ما بيجمع الميه ديت، الميه كانت بتخرج او الناس بتستنفع بيها ازاي؟ اولا كان لو انا مبنى السبيل بتاعي موجود في شارع بيفتح على 3 نواصي او في اكتر من اتجاه، كنت بحط في كل اتجاه شباك، والشباك دوت كان بيبقى له رصيف وكان بيخرج عليه كؤوس الميه اللي ممليه بالميه المبرده بفعل خام الرخام، وكانت بتوزع على الناس. طب الناس اللي بتمشي مش بجانب الازبله كانت بتشرب ازاي؟ طبعا عارفين ان الناس ما كانش فيه وسائل مواصلات حديثه، كانوا بيركبوا الاحصنه او بيركبوا الدواب، فكانوا يا اما بيمشوا، فكانوا بيبذلوا مجهود كبير جدا. طيب يا جماعه الناس دي بتعطش نوفر لها ازاي؟ كانوا بنلاقي ان بين كل كام متر بنلاقي ازيار، الازيار اللي هي عباره عن وعاء كبير من الرخام بيتحط فيه الميه، ودايما كان بيبقى له اكتر من حلقه معلق فيها سلاسل باكواب، كان الواحد بينزل السلسله يشرب الميه. طيب الميه اللي بتتبقى دي بنرميها بنهدرها؟ لا طبعا، كانوا عارفين قيمه الميه وقيمه قطره الميه. كنت بلاقي رحمه وعطف المجتمع او المسلمين على الحيوان او الرفق بالحيوان. كنت بلاقي حوض صغير في الحامل اللي حامل الزير ده اللي هي الكلجه، بلاقي الحوض دوت كان بيتجمع فيه بواقي الميه اللي بتتبقى في الاكواب، وكان بيشرب منها الطيور والحيوانات. مش كده بس، انا كنت لما حد بيجي يشرب كنت لازم اوفر له جو خالي من اشعه الشمس الحارقه. كنت بلاقي دايما ان بيعلى الازيار الموزعه في الشوارع او الحارات مجموعه من الرفرف اللي هو زي شمسيه من الخشب عشان تحافظ على الميه تكون في درجه حراره بارده، واني اشرب منها بدون ما اتاذى انا او الطير او الحيوان. طيب الناس اللي في البيوت كانت بتوصل لها الميه ازاي؟ كان بيجي واحد اسمه السقه كان بيروح دايما مبنى السبيل، هلاقي جنبيه زي عقد صغير من يعني عقد يعني شبيه شويه بالمثلث، كان بيبقى فيه فتحه، الفتحه دي اسمها سبيل المصاصه. ايه سبيل المصاصه؟ كان بيروح الساقي يحط بوز القربه بتاعته او فوهه القربه بتاعته في الفتحه دي ويملاها ويروح يوزع الميه على البيوت لأداء الأعمال المنزلية. فالمية كانت أولويات أي حاكم على مدار العصور. طب لو جينا نتكلم على الأواني بتاعة الشراب اللي كانوا بيشربوا فيها، بنلاقي إن مصر زي ما ربنا حباها بنهر النيل حباها بالطمي اللي كان بيستخدم في صناعة القلل الرقيقة. فبنلاقي مجموعة عندنا من القلل، طبعا هي مش كتير، بنلاقي مجموعة قليلة شوية، بس بنلاقي مجموعة أكبر من الفلاتر اللي كانت بتركب
بتركب في القلل. طيب القله بتاعتي بلاقيها ليه من مجموعه مش كتيره؟ لانها كانت بتبقى رقيقه للغايه عشان تبقى خفيفه في الحمل اثناء الشراب. بلاقي عندي مجموعه كبيره من شبابيك القلل. ايه شبابيك القلل او الفلاتر؟ كانوا بيركب في القله من جوه شباك في ثقوب واسعه وضيقه باشكال نباتيه وحيوانيه ورسوم على حسب اللي هيستخدمها. يعني لو طفل صغير اللي هيستخدمها بلاقي ان الفلتر بتاعه والقله بتاعته صغيره الحجم عشان ما يتعرضش للغرق او الشرق وهو بيشرب. وفي نفس الوقت الثقوب الصغيره دي بتسمح لي بدخول الهواء وخروج ثاني اكسيد الكربون اثناء الشراب، فالميه بتاعتي ما بيبقاش ليها ريحه. الثقوب الصغيره دي بتمنع لي دخول الحشرات او الاتربه، فالميه بتاعتي دايما نقيه. غير كده وكده لما الميه بتعدي مع الهواء من الثقوب الضيقه للثقوب الواسعه بتديني نغمه موسيقيه مختلفه حسب استخدام القله او حجمها. طيب هي الناس كانت بتشرب بس في اواني فخاريه؟ لا، بلاقي تاني عندي مجموعه من الاباريق اللي كانت بتستخدم مكان صنابير المياه في الاغتسال. فبلاقي مجموعه من الاباريق النحاس باشكال مختلفه بزخارف مختلفه، ساعات زخارف بتدعو للبهجه، ساعات زخارف بتذكرني بمواعيد الصلاه. فبلاقي رمز للديك، بلاقي اشكال فيها زخارف تانية موجوده. وبلاقي حاجه تانية لو انا في سفر طويل كنت لازم اوفر ميه معايا بنسبه كبيره، فبلاقي الزمزميه التوأميه اللي كان فيها وحدتين للشرب. وبلاقي طول ما انا بتجول في قاعات المتحف مجموعه من الازيار على مر العصور، بدايه من العصر الفاطمي لحد العصر العثماني، مختلفه الاحجام والاشكال باسم السلاطين وزوجاتهم. وبلاقي مجموعه كبيره من الاحواض كانت تستخدم في سقي الحيوانات. Hello, my name is Marnix and I'm a tourist from Belgium. I'm here now in Egypt for tourism, but last time I was in Egypt 5 months ago. I was here as a student وعشان كده بتكلم مصري شوي كمان. Since I was here a long time, 5 months to be sure exactly, I have visited almost everything in Cairo and outside of Cairo. I've seen, of course, the pyramids, but also the Islamic history like the Citadel of Salah ad-Din, the Al-Azhar Mosque, and the library in Alexandria, as well as other places such as Dahab and Siwa, Fayoum, and Alexandria. I didn't know a lot about the ancient Egypt civilization, the pharaonic civilization, because my specialization as a student is the Islamic past, and that was also the reason why I came to Egypt, to see the Islamic buildings, the mosques, and also some of the Christian buildings in Coptic Cairo. I love Cairo very much, and the food, of course. And the juices, especially the lemon mint juice, the asir limon binana. And one of my favorite Egyptian dishes is mouloukhia with chicken. I love Egypt a lot, and what I love the most is the atmosphere and the people in the streets, the normal everyday life here in Cairo. And because the people are always so friendly to me. And of course, I would recommend everyone to come to Egypt, because Egypt is not so known in Europe as a destination for holidays. And if it is known, people come especially for the pyramids and the Sphinx and the Egyptian history. But in my opinion, there's a lot more to see in Cairo than only the ancient Egyptian stuff. And I would recommend everybody from Europe and from America and from everywhere to come to Egypt, because Egypt is such a nice place. And not only the pyramids, you really should recommend visiting other things in Cairo as well, like the Citadel of Salah ad-Din, the Mosque of Al-Azhar, and a lot of lovely places, or just wander around the streets and try the nice Egyptian food and drinks, because that's what I like the most about Egypt.
النهارده حابين نتكلم على جزء مهم في زخافة المنسوجات، وهو زخافة المنسوجات بالطباعة. احنا عارفين ان النسيج في التاريخ الاسلامي ليه باع كبير جدا في الصناعة وفي استخدام الأقمشة، في زخافة هذه المنسوجات، والكلام ده كان على مدار العصور الإسلامية المتعاقبة. والحقيقة أن في مصر خصيصا يعني عندما جاء الفتح الإسلامي كان منتشر جدا النسيج القباتي، وده اللي كان موجود في الفترة السابقة عن الفتح، وهي وقت الاحتلال الروماني. والحقيقة دي من أهم الفنون القبطية المسيحية اللي وجدت في هذا الوقت. واستمد الصناع المسلمين من هذه الفنون المسيحية ما يستطيعوا أن يكملوا به مسيرتهم في الحضارة الإسلامية، وطوروا عليها وابتدوا يبتكروا العديد من الزخارف والطرق لزخافة هذه المنسوجات بما يلائم عقيدتهم. حقيقة النسيج عموما استخدام الخيوط الطولية والعرضية اللي هي السدى واللحمة بأشكال متعددة، ده جزء من أجزاء الصناعة، وأحيانا كان يعني جزء من أجزاء الزخافة نفسه. كان في زخافة أيضا للمنسوجات اسمها زخافة الفرنشات، بتعتمد على فتل للخيوط. اللي احنا بقى عايزين نتكلم عليه دلوقتي ونلقي الضوء عليه اللي هي الطباعة. احنا عندنا في قاعة النسيج متحف الفن الإسلامي مجموعة من قوالب الطباعة الخشبية عليها العديد من الزخارف النباتية. الحقيقة القوالب ديت بترجع للعصر المغولي الهندي، والهند اشتهرت جدا بالمنسوجات المطبوعة. يعني هي بدأت الرواج في هذا المجال كان في القرن الرابع الهجري، واستمرت لأعوام طويلة جدا، وكانت الهند من الأكثر البلاد اللي بتنتج المنسوجات المطبوعة وتصدرها لجميع أنحاء العالم. القوالب الخشبية دي بترجع للقرن ال11 الهجري، والحقيقة ان اسلوب الطباعة استخدم فيه الفنان المسلم والصانع قوالب خشبية اللي بيبقى ليها في يعني عادة مقبض، بتتنوع الزخافة ما بين النباتية للوجه بتاع القالب، الوجه الخاص بالقالب بتبقى زخارف نباتية، احيانا بيبقى اشكال هندسية زي العقود او محاريب شبه محاريب الصلاة. والحقيقة القوالب الخشبية اللي كان عليها شكل محاريب الصلاة دي كانت بيطبع بيها سجاجيد الصلاة. كان في زخارف آدمية ودي كانت قليلة جدا، ووجدت في قوالب خشبية بترجع لعهد أسرة محمد علي. الحقيقة لقينا شخص آدمي يظهر بوضوح الشارب فيه والطربوش والزي الرسمي اللي هو بيلبسه. دي من ضمن أنواع الزخارف اللي موجودة على القوالب الخشبية. طبعت المنسوجات اكتر خامه كانت سهل جدا ان هي تمتص الالوان الطباعه كانت الكتان والقطن، لان الكتان والقطن بيمتصوا اللون بسهوله. احنا في الفاترينا هنلاقي قطعتين من القطن، واحدة عليها شكل محراب صلاة، والأخرى عليها بعض الزخارف الكتابية والزخارف الهندسية، والاثنين منفذين بأسلوب الطباعة. الحقيقة في أسلوب الطباعة استخدم الصانع أسلوب الصباغة الأول، يعني كان أحيانا كتير بيصبغ القماش بلون معين، زي مثلا أشهر الألوان اللي صبغت بيه كان اللون الأزرق، وبعد كده ينفذ على القماشة المصبوغة نقشة الطبعة اللي موجود على القالب اللي هيستخدمه. عشان يوصل لنتيجة طباعة جيدة فالصانع كان بيلجأ إن هو قطعة القماش يمرر عليها قطعة من الشبة أكتر من مرة، فتبقى مهيئة لأن هي تتحمل الأصباغ عليها وتتحمل الألوان عليها بدون أن تتداخل أو تتداخل الزخارف مع بعضها البعض.
احيانا كتير لو الطباعة فقد منها اجزاء فيجي الصانع بريشة رفيعة جدا يبتدي يغمسها في نفس اللون اللي بيطبع بيه ويمرر على الجزء اللي ما تمش طباعته بشكل جيد. الصانع طبع الزخارف على المنسوجات سواء ملابس سواء أسرة، أكياس الوسائد زخرفت بالطبع أيضا، أغطية الرؤوس بأشكالها المتعددة زخرفت بالطبع، مناديل كانت مستخدمة للحياة اليومية، دي كلها منسوجات لجأ الصانع لزخرفتها بأسلوب الطباعة. والحقيقة الزخرفة بأسلوب الطباعة يعني كان ليه باع كبير جدا وانتشار واسع ما بين العامة وما بين يعني الأغنياء. أولا تكاليفه بسيطة، تكلفته مختلفة تماما عن تكلفة النسيج مثلا اللي بيتم زخرفته بأسلوب السيرما واستخدام الخيوط المعدنية الذهبية والفضية. فأسلوب السيرما ده أسلوب في الزخرفة عالي التكلفة، لذا فالعامة بيلجأوا أكتر لأسلوب الزخرفة بالطباعة. كمان النتيجة الخاصة بالزخرفة بالطباعة بتبقى رائعة ومبهجة، خصوصا استخدامات الألوان اللي فيها بتبقى أكثر بهجة وبتعطي رونق للقطعة. ومن داخل أحد أبرز المناطق السياحية والأثرية في مصر كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.